مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نفس مرة واحدة ندخل في 7، نطلع في 7، ناخد مسؤوليتنا ونتعب مع بعض. احساس ان انا عايزاه ما يمشيش، عايزة اربطه في رجل الدولاب، عايزة اضمن شدته كام. اوكي، حلو. ناخد مسؤوليتنا ونتعب مع بعض. برغم ان انا حاسة ان انا عايزة ضمان يأكد لي ان هو مش هيمشي، بحب نفسي واقبلها بدون حدود. برغم ان انا عايزة اضمن انه مش هيمشي، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا عايزة اضمن انه مش هيمشي، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. انا عايزة اضمن انه مش هيمشي، بسمح لشعور. هو عايزة اضمن، ده اسم الشعور ايه يا جماعة؟ عايزة اضمن ايه الايموشن الموجود هنا؟ حاسة اني ايه؟ لا، مش متهددة. معلش، ركزي في الرغبة، قولي لي شعور الرغبة. عايزة أضمنه. تحكم. حسي التحكم. عايزة أضمن، أضمن إنه ما يمشيش. كواكب المجموعة الشمسية، هل في سلاسل أو حبال بتربطهم ببعض عشان يفضلوا واقفين في نفس الترتيب بتاعهم؟ مفيش بينهم حاجة مادية ولا في؟ هل في كوكب صحي من النوم وساب بقية الكواكب؟ حاسين ايه تجاه علاقة الكواكب ببعض، نظام الكون اللي ربنا خلقه، اللي الانرجي فيه بتحكم الكواكب دي، بحيث انها مفيش حاجة فيها تسيب مداره. العلاقة بين الراجل والست أقوى ولا أضعف من العلاقات الكونية؟ أقوى بنفس القوة. هو نفس القانون الرباني اللي ربنا حطه، قانون العلاقة بين الكواكب لحفظ الكون فيزيكالي، وقانون العلاقة بين الراجل والست لحفظ الكون ايموشنالي. هو نفس القانون، قانون الربط بين حاجتين وبعضهم. الذرة ليها 7 مسارات زي ما احنا كلنا عارفين من اعدادي. لو حد جه من بره وعمل اكسلريتنج للذرة دي، حط لها انرجي من بره،
هل الذرة بتحتفظ بالطاقة الخارجية؟ هل تركيبها بيتغير تماما ولا بترجع لحالة الاستقرار والتوازن بتاعها؟ ليه القوانين دي مش واضحة لنا في العلاقة بين الراجل والست؟ برغم ان الذرة دي هي اللي بتكون الخشب والحديد والأجسام الصلبة، وفي نفس الوقت مفيش بينهم تحكم. محدش بيقدر يتحكم، محدش يقدر يتحكم في الذرة. هي ليها سلوك ربنا خالقها بيه، لما تغيريها بترجع لسلوكها الأساسي تاني، طالما عايشة في نفس الظروف، نفس الانفايرمنت. عشان تتغير تغيير رهيب لازم تروح انفايرمنت تاني، لازم يحطوها في وضع يحفظ التغيير. لكن العلاقة العادية الموجودة في بيئة عادية، بنصحى بننام في نفس البيت في نفس الحياة، بتضمن لنفسها الاستقرار، عن شرط انه ايه؟ العلاقة بتضمن لنفسها الاستقرار بشرط انه ايه؟ الصدق. تكون الانرجي بتاعت التوجذرنس اللي خارجة مني توجذرنس حقيقي. البادي ريلاكسنج اللي حسيته في جسمي بيقول لي ايه؟ بيقول لي فك ايدك. هو مش مسمار هنعلقه على الحيطة عشان نضمنه، هو invisible bond بيحكموا الصدق بتاعي في رغبتي في الحياة معاه. طول ما أنا vibrate out my real emotion وبقولها بصوت عالي بدون أجندات، فأنا أضمن لك إنه هيفضل موجود. طول ما أنتي مطمنة و courage enough إنك تروحي لجسمك وتقولي له أنا تعبت من إني مخبية عليك. بص يا ابني، القصة كذا 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 وهي دي حقيقتي. فجسمك يقولك ياه، أخيرا جيتي، أخيرا قلتي. يا ستي والله ما أنا عارف من الأول، أنا كنت مستنيكي تيجي تحكي لي. وياخدك بالحضن ويقولك I will reward you ويديكي self respect. طول ما العلاقة دي شغالة بينك وبين جسمك، فالراجل اللي في حياتك مطمئن ليكي وموجود متاح ليكي، وعمره ما هيفكر يبعد. هل ممكن أسمح لنفسي أختار إني أضمنه by letting go مش من controlling؟ هل ممكن أسمح للصدق يكون موجود؟ هل ممكن أختار أستقبل كل المعاني لو هي معايا؟ خليني موافقة أحس من جسمي
بالإتاحة إني أقول بس أنا عايزاه. أنا عايزاه حتى لو ماما شايفة إن أنا رامية نفسي عليه. أنا عايزاه حتى لو بابا شايف إنه ما كانش المفروض أكون متاحة أوي كده. أنا عايزاه عشان هو he's my man. واللي يخليني female enough إني أحس بالصدق والبادي relaxing وأنا بعترف لنفسي إنه he's my man. بختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة، دخل في 7، طلع في 7، استقبل النور مكان الخط. تصبح على خير.